السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو في وصفة جديدة من قناتنا ديال الحجاجي. اليوم كيف ما طلبتوا معايا وصفات لشهر رمضان المبارك، اليوم غادي نشارك معكم قوارب البيتزا بواحد العجينة البنات بدون زبدة بدون بيض، كتجي خفيفة ريشة بواحد الحشوة اللي معلكة ولذيذة، والعجين كيف كتشوفوا ما شاء الله خفيف ريشة مع واحد التحلية اللي اكثر من رائعة البنات. انا متأكدة انكم غادي تجربوها ان شاء الله في رمضان وغادي تكون معتمدة عندكم بنكهة جديدة وبقوام كريمي بدون كريمه. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. فقط ما تنساونيش من اللايكات والبارطاج فيديو مع الاهل والاصدقاء. ما نطولش عليكم وندوزو بسم الله على بركه الله المقادير وطريقه التحضير. غادي نبداو اولا اخواتي بتحضير العجين ديال هاد البيتزا. اول حاجه غادي ناخذ الكاس ديال الخلاط الكهربائي اللي غادي نوضعوا فيه 2 كؤوس ديال الماء اللي يكون دافي، العبار بالكاس ديال العنبه فقط الماء يكون دافي. عندي معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات اولا الخميره المعجونه، المعلقه تكون فقط ممسوحه. معلقه كبيره ديال السكر سنيده والمعلقه تكون ممسوحه. معلقه صغيره ديال الملحه، انا استعملت هنا الملحه ديال الهيمالايا. 2 معالق ديال الحليب بودره، كيف ما يمكن لكم تستغناو عليهم، ولكن البنات هاد الحليب بودره كيعطي واحد الطراوه للعجين ديالنا. 4 المعالق كبار ديال مملوئين جيدا ديال زيت الزيتون. وعندي هنا كاس ديال العنبه ما يعادل 125 غرام ديال الدقيق الفينو او الدقيق القمح الصلب داك الناعم جدا. غادي نطربوا هاد المكونات كاملين في الكاس ديال الخلاط الكهربائي حتى يندمجوا ليا مزيان المكونات مع بعضياتهم. وغادي ناخذ واحد 2 كؤوس ديال الدقيق الابيض. غادي نبدا نضيفهم تدريجيا البنات مع الخفق، يعني تدريجيا معلقه بمعلقه حتى كيتخفق ليا هذا الخليط مزيان البنات. هذا الخليط شبيه بالعجين ديال 10 دقائق ولكن كيجي رائع البنات ومسربي دغيا. هنا قلت لكم ضفنا كاس ديال الدقيق الفينو وغادي نزيدوا عليه 2 كؤوس ديال الدقيق الابيض ما يعادل 200 غرام. غادي نخفق هاد الخليط هذا تقريبا واحد 2 ديال الدقائق حتى كيندمجوا ليا العناصر مزيان وكتولي عندنا واحد العجين اللي خفيفه ولينه مزيان. هذا هو السر باش كتجينا داك القوارب ديال البيتزا اولا العجين ديال البيتزا كتجينا خفيفه بزاف وكتجي رقيقه. هنا من بعد ما خفقت الخليط مزيان لمده ديال 2 ديال الدقائق فرغت الخليط في واحد الاناء وغادي نبدا نضيف الدقيق البنات تدريجيا. غادي نضيف كميه اخرى ديال الدقيق مع يعني الخفق غير هكا بسباتول. يعني هاد العجينه البنات ما غاديش تحتاج منكم لا دليك لا حتى شي حاجه، فقط غادي تحتاجوا يعني تجمعوها. انا غادي نبدا نضيف الدقيق تدريجيا باش العجينه ديالنا كيكون القوام ديالها لين والملمس ديالها زوين. بالنسبه للكميه ديال الدقيق البنات اللي ضفت الثانيه فهي 2 كؤوس ديال الدقيق العبار بالكاس العنبه. يعني في المجموع ضفت 4 كؤوس ديال الدقيق الابيض العبار بالكاس العنبه وكاس ديال الدقيق الفينو اللي حتى هو العبار بالكاس ديال العنبه. يعني في المجموع عندي 5 ديال الكؤوس ديال الدقيق، 3 درتهم في الكاس ديال الخلاط الكهربائي و2 جمعت بهم هكا العجين. من بعد ما جمعت العجينه البنات ما كنحتاجوا لا ندلكوها لا حتى شي حاجه، فقط كنجمعوا العجين ما كتكونش كتلصق، يعني كتكون طريه ولكن ما كتلتصقش باليدين. غادي نحاولوا نجمعوها ندهنوها بواحد شويه ديال زيت الزيتون اولا الزيت النباتي فقط، يعني باش هكا ما تلصقش لينا في الاناء. وغادي نغطي عليها ونحطوها في واحد المكان اللي يكون دافئ اولا في الفران، يعني عاده دائما تيكون عندنا فران دافئ، ونخليوها حتى تخمر ويتضاعف الحجم ديالها. وهاد الاثناء البنات اللي غادي نخلي الخميره تختمر ليا غادي ندوزو نصايبوا واحد التحليه. انا اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم تحليه في هاد المول الجديد. البنات دائما كتسولوني على لي مول ديالي ملي كناخذهم كاملين البنات كناخذهم من موقع جهاز دارك. بصراحه اللي عندهم الجوده زوينه، الكرانيت 100% ما كيتقشروش، قالين وزوينين، عندهم اشكال مختلفه. هما اللي دائما كناخذ من عندهم هكايا لي مول ديال الجرانيت. بصراحه عندهم الجوده عاليه. كاينين اشكال يعني بحالهم في السوق ولكن كيتقشروا دغيا وماشي نفس الكاليتي. هذا جرانيت 100% وهذا هو اللومبالاج ديالو كيكون على هذا الشكل هذا. المهم البنات اللي كنتو مهتمين غادي نخلي لكم الرابط ديال المول في صندوق الوصف والرقم ديال الواتساب ديالهم الا بغيتوا تتعاملوا معاهم. هنايا البنات اول حاجه خديت المول، يعني ما غاديش تحتاجوا لا تدهنوا لا حتى شي حاجه لانه ما كيلصقش. غادي ندير فيه واحد الكميه ديال البسكوي. هنايا البسكوي يعني بسكوي عادي، هذاك البسكوي ديال 5 دراهم ديال ماريا. غادي نحاول هكا نكسروا يعني عشوائيا. وخديت واحد 3 ديال الحبات ديال الموز. هنايا عندي القطع ديال الموز الصغار غادي نقطعهم هكا دوائر. يمكن لكم ديروا غير 2 ديال القطع اولا حبه وحده ديال الموز تكون كبيره. صافي هنايا من بعد ما درت داك الموز مع داك البسكوي اللي قطعناه طريفات خديت بسكوي هكا صحيح وغادي نديروا دوائر على الوجه ديال المول. عاد غادي ندوزو نوجدوا الكريمه ديالنا. غادي نحطوا المول جانبا وندوزو نوجدوا الكريمه ديالنا ديال الفلان. بالنسبه للفلان البنات خديت هنايا يطرو ديال الحليب
غادي نضيف ليه معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان اللي تكون كبيره ومملوءه جيدا. عندي 2 معالق كبار ديال الكريم باتيسير، بودره الكريم باتيسير هي اللي كتخلي لينا هاد الفلون كيجي كريمي اكثر. يمكن لكم ديروا بودره الكريم باتيسير كيف ما يمكن لكم ديروا 2 معالق ديال النشا اللي ما توفراتش عندها الكريم باتيسير. هنا عندي 4 المعالق ديال السكر، والسكر كيبقى على حسب الذوق، كيف ما يمكن لكم تنقصوا اولا تزيدوا. وعندي 2 علب ديال الفلون ديال الشينوا. هاد الفلون البنات كيجمد بسرعه وكيجي القوام ديالو متماسك اكثر. انا بصراحه كيعجبني هاد الفلون هذا. مادام انكم غادي ديروا فلون د الفاني فاستعملوا هذا ديال درهم فكيجي مزيان. خلطتهم مع دوك 4 المعالق ديال السكر باش هكا كنتفاداو يتكوروا لينا هكا دوك البودره ديال الفلان. ومن بعد خلط المكونات كاملين مع بعضياتهم حتى كتذوب ليا ديك الكريم باتيسير مع ديك القهوه. عاد كنديروا الخليط ديالنا فوق النار مع التحريك المستمر. ضروري التحريك المستمر باش ما كتلصقش لينا الكريمه ديالنا في قاع الكاسرونه وكتحرق لينا. هنا ضروري الخليط ديالنا البنات يوصل لمرحله الغليان، ومن يوصل لمرحله الغليان نخليوه تقريبا واحد 30 ثانيه كيغلي باش هكا الكريمه ديالنا كتجي متماسكه اكثر وكتجي عاقده. هنا كيف كتشوفوا الخليط ديالنا راه ما عاقدش بزاف، خفيف. فقط درنا 2 معالق ديال بودره الكريم باتيسير، ولكن دوك 2 معالق فقط كيعطيونا داك القوام الكريمي الفلون ديالنا. ما عندناش الغرض ان الكريمه تجي ثقيله بزاف، ولكن عندنا داك الغرض يجينا الفلون ديالنا كريمي اكثر. هنا دايرين 2 علب ديال الفلون، فاكيد يعني ملي غادي يبرد غادي يتماسك مزيان. هنا غادي نفرغ الخليط في المول وغادي نخليه يبرد فوق سطح العمل. منين يبرد البنات نغطيه بواحد السلوفان وندخلوه للثلاجه حتى كيتماسك تقريبا واحد 2 ديال السوايع، تيكون بارد وتيكون متماسك. وكيف ما درتو هاد التحليه البنات يعني هكا بشكل عائلي فيمكن لكم ديروها في كؤوس يعني فرديه. خليتها فوق سطح العمل تبرد ودزنا نوجدوا هكا الحشوه ديال البيتزا. بالنسبه للحشوه البنات انا عندي هنايا بصله صغيره مقطعه مكعبات، فلفله حمراء وخضراء، عندي علبه ديال الشامبينيو اولا ديال الفطر المعلب، درت شويه الزيت شويه ديال الملحه، وغادي نخلي هاد المكونات كاملين كيتشحروا ليا مع بعضياتهم حتى كيبدا المكونات كتنزل. ومن بعد غادي نزيد واحد شويه ديال الفلفل الاسود اولا البزار. فقط هادو هما المكونات اللي غادي نديرو في هاد الحشوه هذه. البصله والفلفله الخضراء الفلفله الحمراء الا كانت عندكم الفلفل الاصفر، وعلبه ديال الشامبينيو مع شويه الملحه شويه الزيت وشويه ديال البزار. من بعد ما تشحرات ليا الحشوه ذهب اللون ديالها غادي نطفيو عليها وندوزو جانبا نوجدو القوارب ديالنا. هنا كيف كتشوفوا ما شاء الله العجين تقريبا خدات ليا واحد ساعه الا ربع، كانت هكا يعني اختمرات وضاعف الحجم ديالها. غادي نخرج منها هذاك الهواء وغادي باستعانه ديال الدقيق، يعني الدقيق الفينو اولا السميد الناعم، غادي نحاولوا يعني هكا نقطعوها القطع يعني تكون متساويه. انا هاد الكميه البنات عطاتني 16 قطعه ديال البيتزا كيف شفتوا معايا في البدايه ديال الفيديو. حاولت يعني هنا نقطعها ودرتهم هكايا كويرات صغار باستعانه ديال الدقيق. فهنا بغينا القوارب ديالنا اولا لاباطه ديالنا تجينا يعني هكا شويه القوام ديالها حرش، فضروري نديروا هاد السميد الناعم. هنا من بعد ما طلقات لي العجين واحد شويه تقريبا خليتها كترتاح واحد شويه، غادي ندوزو نطلقوها باستعانه ديال الدقيق. من بعد يعني ما طلقتها هكا على شكل دائري غادي نحاول ندهن ليها الجوانب ديالها بزيت الزيتون كيعطيها واحد المذاق اللي هو زوين. وغادي نحاولوا يعني نلفوها على هاد الشكل هذا تقريبا 2 ديال المرات. انا هنا غادي ندير واحد الزليفه باش كتجيني واحد الشكل اللي هكا دائري. غادي نحاولوا يعني هكا نجمعوها من الجناب، وملي تكونوا البنات كتجمعوها حاولوا يعني تضغطوا عليها مزيان باش ملي كتدخلوها الفران ما كتحلش لكم وكيبقى داك الشكل ديالها يعني جميل ومقاد. كتجي على هذا الشكل هذا راه كتجي رقيقه البنات وكتجي خفيفه بزاف. انا غادي نعاود معكم هنايا وحده اخرى باش يعني الفكره تكون واضحه. ضروري من داك الاستعانه ديال الدقيقه البنات كي قلت لكم باش كتجينا لاباط ديالنا يعني محرشه. هنا كنطلقوها رقيقه، كنوضعوا داك الزلافه اولا اي اناء عندكم وكندهنوا الجوانب بزيت الزيتون. هاد الزيت الزيتون البنات كيعطي واحد المذاق اللي هو زوين وكيعطي واحد التحميره زوينه ملي كطيب هكا في الفران. فقط ملي تكونوا كتلفوها يعني حاولوا تزيروا يديكم باش كي قلت لكم ما تحلش لكم في الفران. كنحاولوا يعني نلفوها هكا على 2 ديال المرات وكنحاولوا كنجمعوا دوك الجوانب يعني كنعطيوها الشكل ديال قارب اولا المهم هكايا شكل اللي هو زويون على هاد الشكل هذا. وغادي نوضعها في الصينيه ديال الفرن اللي مفرشه بالورق ديال الزبده باش كنتفاداو انها تلتصق لينا. وهاد الاثناء البنات الفران راه عندي شاعل يعني سخون من التحت ومن الفوق، يعني نشعلوه مسبقا باش الفرن ديالنا كيسخن لينا مزيان. راكم عارفين البيتزا ما كتبغيش يعني الفران بارد، فكل ما كان الفران سخون كل ما تجينا يعني القوام ديالها مزيان. هنا بغيتوا البنات ديروا الجبن يعني فهاد التنيات هادو فتقدروا ديروا يعني الفرomاج. انا فقط اكتفيت بزيت الزيتون ولكن عطاهم واحد المذاق اللي هو زوين بزاف.
هنا من بعد البنات ما غادي نكملهم، غادي نوضعهم كاملين يعني هكا في الصينيه ديال الفرن. غادي ندوز نعمرهم كيجيو على هذا الشكل هذا. انا خديت هنايا البنات صلصه فقط ديال الطماطم يعني المركزه، واحد 2 معالق كبار ديال الطماطم المركزه، درت معاهم واحد 2 معالق ديال الكيتشاب، زيت الزيتون، شويه الملح، شويه البصل، وشويه ديال الزعتر، وشويه ديال الثوم بودره، وخليتهم كيغليو هكا فوق البوطه مزيان حتى ولات لي واحد الصلصه اللي هي معلكه وبنينه. درتها هكايا وسط دوك القوارب، ومن بعد ضفت ديك الحشوه ديال البصله مع الشامبينيون والفلفله، ومن بعد ضفت الطون من الفوق، وضفت الفرماج ديال الموتزاريلا. يمكن لكم تضيفوا اي نوع ديال الجبن كتفضلوه، الجبن الاحمر اولا يمكن لكم تخلطوا ما بين الجبن الاحمر والجبن الموتزاريلا. المهم الموتزاريلا كتعطيها واحد التعليكه اللي هي زوينه بزاف. من بعد غادي نضيف هكا حبيبات ديال الذره المعلبه اولا المايس، وغادي ندخلها هكا للفران. انا كي قلت لكم الفران عندي كيسخن من قبل ما ندخلها البنات. غادي نحك عليها واحد شويه ديال الزعتر من الفوق اولا زعتره، وتقدروا ترشوها بشويه ديال زيت الزيتون هكا من الفوق. وكي قلت لكم هذه الكميه ديال العجين فخرجت ليا 16 حبه ما شاء الله، اللي هي كميه هكا ما شاء الله كثيره. هنا غادي ندخلها الفران شاعل من التحت ومن الفوق حتى كتحمر، كتاخذ لينا داك اللون الذهبي، وكنخرجوها. هنا التحليه البنات ديالي من بعد ما دازت 2 ديال السوايع تقريبا، بردات وتماسكات ليا مزيان. من بعد ما بردات في سطح العمل اكيد دخلتها للثلاجه حتى بردات وشدت راسها. بعد يعني بسيعانه ديال واحد المعلقه كنضغطوا عليها هكا من الجنب باش كتزول لينا يعني بكل سهوله. وغادي نديروها يعني هكا في الطبسيل، نقلبوها في الطبسيل ديالنا، وغادي نزينها بواحد شويه ديال الصوص كراميل. هاد الصوص كراميل اللي هي جاهزه ولا صوص كراميل يعني منزليه، المهم لكم الاختيار، اولا ديروا ليها صوص ديال الشوكولا اللي متوفر عندكم. وكيجي فيها واحد المذاق البنات اللي خطير، وواحد القوام اللي كريمي. انا خديت هنايا عفوا اللوز افيلي اللي حمرته وضفتو ليها هكا من الفوق. المهم التزيين كيبقى اختياري حسب الرغبه وحسب اللي متوفر عند كل اخت في البيت، يعني ما تقيدوش بواحد الزين اولا بواحد المكون اللي هو ضروري. صافي هذا ما كاين البنات. وهنا غادي نقطع لكم باش تشوفوا القوام ديالها كيفاش كيجي واحد القوام اللي متماسك، واحد المذاق اللي رائع البنات. المذاق ديال القهوه كيجي رائع مع داك المذاق ديال الفاني، كتجي بصراحه هائله. وواحد التحليه اللي مشبعه ما شاء الله. تعتمدوها هكا في شهر رمضان المبارك للسحور، علاش لا ان شاء الله بحول الله. كي قلت لكم يمكن لكم ديروها هكا بشكل عائلي اولا في قوالب يعني فرديه، لكم الاختيار. شوفوا هنا القوام ديالها ما شاء الله كيجي متماسك، ما كيجيش غير داك الفرون بوحدو، فكيجي داك القوام ديالو كريمي، مع اننا واخا ما درنا فيه لا كريمه لا حتى شي حاجه. كيجي واحد القوام اللي هو زوين بزاف، وكيجي واحد القوام اللي متماسك مزيان ما شاء الله. كنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، ولا جربتوها خليوا لي الاراء ديالكم في لي كومونتير. وهنا البيتزا ديالي البنات او الفطائر ديالنا بعد ما خرجناهم من الفران كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو محمرين وكيجيو خفافين البنات، ما كيجيوش معجنين نهائيا. وكتجي القوام ديال هذا العجين كيجي خفيف بزاف، وكتجي رقيقه، وواحد المذاق اللي هائل بزاف، وكتجي معلكه ما شاء الله. كنتمنى انكم تجربوها البنات وينالوا الاعجاب ديالكم هاد الاقتراحات. ولا عجبكم خليوا لي اللايكات ديالكم باش هكا المزيد من الاقتراحات، وقولوا لي شنو هما الاقتراحات اللي بغيتوني نشارك معكم من هنا لقدام ان شاء الله بحول الله. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه وعلى اللايكات ديالكم وعلى كلامكم الطيب اللي كتخليو لي في لي كومونتير. راه كنقرا جميع لي كومونتير ديالكم، واخا ما كنلحقش نرد على بعض التعليقات ديالكم، فاللي خديتكم عليا البنات شكرا لكم بزاف مره اخرى. فبكم زايدين القدام، ما خليتكم في امان الله وحفظه. بسلامه عليكم.